متابعي قناة عوالم مختلفة، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو والذي سنسلط فيه الضوء على المقطع الطرقي الرابط ما بين مدخل مدينة سلا ومحطة الأداء سيدي علال البحراوي. هذا الطريق الذي يعرف توسعة هامة وكبيرة من خلال تثليثه على الجانبين. الأشغال تسير بوتيرة جيدة ومهمة، حيث تم الانتهاء من عدة مقاطع طرقية، بينما البعض الآخر تم البدء فيها. إذا كما تلاحظون مثلا في هذا المقطع تم الانتهاء بشكل كبير من العمليات التوسعة. إذا بقيت فقط توسعة الطريق المحاذية للغابة، حيث يتم إنجاز طريق خاص بالغابة، كذلك إنجاز قارعة الطريق. إذن هناك سلاسة كبيرة جدا في المرور، خاصة في المناطق أو في المقاطع التي تم الانتهاء منها. إذن كما تلاحظون يتم إنجاز قارعة الطريق. الأشغال مستمرة تقريبا في المقطع ككل. بطبيعة الحال نعلم أهمية توسيع الطرق من خلال تحسين سهولة النقل أو تعزيز التنمية الاقتصادية أو تعزيز كذلك الأمن والسلامة وتحسين جودة الحياة. إذا تساعد الطرق في تحسين سهولة حركة المركبات ووسائل النقل العامة، كذلك ما يقلل من الازدحام المروري، كذلك تساهم في تحسين الوصول إلى المناطق سواء الاقتصادية أو كذلك الصناعية، كذلك العمل على تحسين البنية التحتية وتقليل حوادث السير، كذلك أنها تساهم في تحسين جودة حياة السكان المحليين من خلال التقليل من وقت السفر. ونعلم أن الطريق الرابط أو المدخل الرابط ما بين محطة الأداء ومدخل مدينة الرباط يعرف اكتظاظا كبيرا، خاصة في أوقات الذروة مثلا خلال الصيف أو الأعياد والمناسبات. إذن هنا في هذا المقطع نشاهد بأن الأشغال لم تنطلق بعد أو انطلقت من خلال قطع الأشجار. إذن في البداية يتم قطع الأشجار ثم التوسعة. متتبعي قناة عوالم مختلفة، لا تنسوا دائما دعمنا من خلال الاشتراك ووضع لايك وكذلك كتابة التعليق، ولما لا تزويدنا بمعلومات قد نجهلها. كذلك نحن دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.